بيقولوا ان المفروض الطفل لحد 3 سنين ما يتفرجش على شاشه من بعيد، يعني على التلفزيون او على شاشه عندك في البيت. لحد 12 سنه المفروض ما يمسكش تليفون، احنا بنمسكه له وعنده 6 شهور. قال لك ليه الكلام ده؟ قال لك لان الطفل في المرحله دي يا جماعه، ويمكن انتوا واخدين بالكم كلكم، وخاصه الناس اللي معاها اطفال في حضانه او اطفال في ابتدائي، تلاقي الكلمه في الكتاب الكلمه كبيره. الكلمه كبيره ليه؟ لان نظره لسه ما اكتملش. الكلام ده يا جماعه نحط حلقه في ودان، ابنك نظره لسه ما اكتملش، فبيحطوا له الكلمه كبيره في كتاب الحضانه وفي كتاب الابتدائي في الاول علشان خاطر يشوفها. ايوه الكلام ده لازم نحطه تحته مليون خط، عشان فما بالك انت بقى بتيجي وهو عنده 6 شهور وتديله جهاز فيه نور ويركز فيه، تبص تلاقي شويه شويه الولد يدخل المدرسه مش شايف السبوره، نظره وقف وانت مش واخده بالك. خلي بالك دي مشكله احنا كلنا بنعاني منها. انتوا عارفين الجماعه العلماء قالوا ايه؟ ويمكن كلنا احنا نلاحظوا الكلام ده. لما يبقى الواحد منكم كده ماسك التليفون كده عمال بيتفرج، تبص تلاقيه بدا ايه؟ يفقد التوازن، يقول لك انا عايز انام، انا بطاط، يروح فاصل التليفون وحطه عايز ينام. انتوا عارفين ايه اللي بيحصل في دماغ ابن ادم لما بنمسك التليفون لمده ساعه او اكثر متواصلين؟ يقول لك دماغ ابن ادم. انتوا عارفين جهاز الميكروويف اللي احنا الناس اللي هم الله يفضلهم بيسخنوا في الاكل، بتجيبي مثلا، يعني انا رحت عند بنتي، يعني انا ست فلاحه ما كنتش اعرف مع موضوع الميكروويف دي، بنقول لها عايزه اسخن الاكل، هي بنتي قالت لي يا ماما حطي يا ماما في طبق صيني وحطي يا ماما افتحي الميكروويف واعملي كذا وكذا وكذا. فطبعا انا فتحت وحطيت، فبنقول لها بعد ما خلص يعني قالت له اظبطي كذا، جينا نقول لها بنقول لها ما فيش حاجه هنا يا بنتي نمسك بقى الطبق. قالت لي خبر ايه يا ماما انت باين عليك فلاح، انت هتفتحي الباب وهتلاقي الطبق بارد واللي جواها بيغلي. خلي بالك تلاقي الطبق بارد واللي جواه بيغلي. الجماعه العلماء قال لك مخ ابن ادم عباره عن جهاز ميكروويف، من بره بيبقى بارد، تدخل جواه بسبب مسكه التليفون والتركيز فيه بيغلي، ممكن يعمل لك مشكله في المخ من غير ما تحس. ايوه الدماغ اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني بيها دي وميزني بالعقل على سائر المخلوقات نعمه انا بندمرها. طب يا حبيبي نعمل ايه؟ ويمكن الجماعه الكبار ياخدوا بالهم من الكلام اللي انا هقوله ده. انا لاحظته، مش هنقول لك حد تاني، انا لاحظته. انا لما كنت نحط التليفون الناحيه دي كده وانا نايمه، بنحطه مثلا على كرسي مثلا في الاوضه جنب كده، ما نعرفش نحطه على السرير على فكره، نحطه على كرسي جنب. الناحيه اللي كان عليها التليفون اقسم بالله كنت بحس بصداع. لما قريت المعلومات دي قلت لا، التليفون ده ما نحطش هنا تاني. وفعلا من ساعه ما شلت التليفون وانا الصداع